معاكم حمدي أحمد، حلقة جديدة من برنامج معلوماتي مع حمدي أحمد. متنساش تشترك في القناة، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا أحمد بن حج لاعب نادي الزمالك والمعار من نادي أسوان في الانتقالات الشتوية. طبعا كلكم عارفين إن في أزمة ما بين نادي الزمالك وما بين اتحاد كرة القدم بسبب عدم قيد لعيبة نادي الزمالك الجدد. طبعا احمد بن حج كان بعت خطاب رسمي لاتحاد كرة القدم بيقول فيه ايه سبب عدم قيدي مع نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي، وكان نستنظر رد بعد 3 ايام من اتحاد كرة القدم. ولكن اتحاد كرة القدم لن يرد على اللاعب ويقول له ايه هي الاسباب بعدم قيده مع نادي الزمالك. وطبعا هنا اللاعب سيشكو اتحاد كرة القدم لحاجة اسمها فيفا برو. فيفا برو دي بتحمي اللاعب اللي هو معاه جنسية مش مصرية، جنسية أسبانية مثلا أو جنسية ألمانية أو جنسية فرنسية، وبتقول هنا إن اللاعب ده سيتضرر لإيقافه لمدة 6 أشهر، وإن طبعا اللاعب ده عنده التزامات وعنده بيت بيصرف فيه. فطبعا بتحاول تحل المشكلة. وطبعا أحمد بن حاج قدم فعلا خطاب رسمي لاتحاد فيفا برو لأن اللاعب سيتضرر خلال 6 أشهر وعدم اللعب مع نادي الزمالك. ولكن حتى الآن الشكوى بتاعت أحمد بن حج ما تمش الرد عليها من فيفا برو. طبعا أنا متأكد 100% خلال اليومين اللي جايين هيكون في رد قاطع من فيفا برو، وهتقول لاتحاد كرة القدم لازما اللاعب يلعب خلال الفترة القادمة على أساس إن اللاعب ما يتضررش الفترة اللي جاية. ده بالنسبة لمعلوماتي عن أحمد بن حاج، وطبعا أسباب عدم قيده مع نادي الزمالك ولعبه مع نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي.